منتخب المرابطين. الآن في كأس أفريقيا موريتانيا تتسمي المنتخب نتاعها بمنتخب المرابطين، وعدد من المغاربة راسلوني قال لك اودي يا أستاذ راه بغيناك تأصل لينا لهاد المسألة هادي، واش فعلا المرابطين انطلقوا من شنقيط، انطلقوا من موريتانيا؟ عدد كثير من المغاربة اللي تيطرحوا هذا السؤال هذا. انا درت واحد الجوله بسيطه في وسائل التواصل الاجتماعي، واش لقيت واحد العدد كتير من السوريين والمصريين والخليجيين اللي داروا واحد العدد نتاع حلقات وتنسبوا فيها الدوله المرابطيه الموريتانيا، وتيقول لك اودي الدوله المرابطيه راه انطلقت من موريتانيا، ولكن ما قدموا حتى شي دليل ولا شي نص مصدري اللي تيثبت هذا الشيء، فقط واحد الكلام مرسل هكا، وهذا تيبرز التحامل نتاع هاد الدول على التاريخ نتاعنا المجيد. فكان عبد الله بن ياسين من مجددي الإسلام حقيقة. اختار مجموعات من الطلاب من مختلف الألوان والقبائل والأعراق، وذهب بهم إلى جزيرة في المحيط الأطلسي قرب مدينة نواكشوط الحالية. أصولها الجغرافية هي المجال المحصور بين واد درها في الشمال وبين نهر السنغال في الجنوب. ايوا سيدي، انا الان غادي نوضح لخوتي المغاربه الحقيقه التاريخيه، ولكن ما غاديش نرد على الاخرين لانه ما تيهمونيش. غادي نوضح وغادي نبين لكم الاخوان الافاضل ان الدوله المرابطيه ما عندها حتى شي علاقه بشنقيط، وما عندها حتى شي علاقه بموريتانيا الحاليه. لا، الدوله المرابطيه تاسست هنا في المغرب، وامتد نفوذها ليصل الى موريتانيا الحاليه، الى شنقيط، هذا صحيح، لكن المنطلق نتاعها والمهد نتاعها كان من السوس ومن درعا. هادشي اللي كاين الاخوان، وهادشي اللي تتعطينا المصادر التاريخيه، وما كاينش من غير هادشي اللي كاين. انا غادي نعطيكم نصوص تاريخيه تبرز لكم هادشي، وغادي نعطيكم ايضا خرائط تبين لكم هادشي. اذا غادي تبقاو معايا الله يرضي عليكم من البدايه حتى النهايه باش تشوفوا النصوص وتشوفوا الخرائط، باش تحسموا هذا الموضوع، ما تبقاوش سميتو صافي. هاد الحلقات تحسم لكم الامر بشكل نهائي، وما تبقاوش يكون عندكم واحد الشك في هذه المساله هذه، الله يرضي عليكم. يلا نعطيكم انا الادريسي راه عاش في عهد الموحدين ياك، في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الجزء 1 صفحة 223 اش تيقول اسيدي؟ شوفوا معايا مزيان وذوقوا هاد الرواية راكم بغيتو تفهموا باش تبداو تتجاوبوا. فأما بلاد نول الأقصى وتزقغت هي الساقية الحمراء، اسمحوا لي لما نطقتهاش مزيان لأن أنا غير ناطق بالأمازيغية، فهي بلاد لمتونة الصحراء. إذا لمتونة فين كاينة؟ كاينة في تزقغت، كاينة في نول، ونول فين كاينة؟ كاينة في درعا. ولمتونة قبيل من صنهاجة. لاحظوا، فأما بلاد نول الأقصى وتزقغت فهي بلاد لمتونة الصحراء، ولمتونة قبيل من صنهاجة، ويوسف بن تاشافين هو لمتوني من قبيلة لمتونة، أي أن لمتونة كانت في الشمال نتاع الساقية الحمراء. هذا نص تاريخي لجغرافي قريب من عهد المرابطين. أو عطانا فين شنقيط هنا؟ ما كاين لا شنقيط لا والو الاخوان، ما كاينش شنقيط هنا، ما كاينش شنقيط. نمشيو للحمياري، محمد بن عبد المنعم الحمياري في كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، وتيقول نول لمطة من بلاد السوس الأقصى بالمغرب، بينها وبين وادي السوس الأقصى 3 مراحل، ومنها إلى البحر، يعني البحر المحيط اللي هو المحيط الأطلنطي 3 أيام، وبينها وبين سجل ماسة 13 مرحلة، وفيها جزولة ولمطة. ومدينة نول إحدى مدن الإسلام، وهي مدينة كبيرة في أول الصحراء. نول في أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر المحيط اللي هو درعا، وعليه قبائل لمطة ولمتونة. لمطة ولمتونة، ولمتونة هي القبيلة التي أسست الدولة المرابطية. فين كانت تستقر؟ في وادي درعا الإخوان. وفينا يا شنقيط؟ فينا يا شنقيط؟ هذه صفحة 584 الإخوان. هاي واضحة، أنا تنعطيكم النصوص. هاد الناس اللي تينسبوا الدولة المرابطية المنطقة نتاع شنقيط ما عندهمش أدلة علمية تثبت داكشي اللي تيقولوا، فقط يطلقون الكلام هكذا، فقط لأنهم عندهم واحد صراحة
هاد الناس هادو تيتحاملوا بزاف على تاريخ المغرب، بزاف، واحد التحامل اللي هو كتير، يعني تيعمي ليهم العينين نتاعهم، تيعمي ليهم العينين نتاعهم، تيعمي ليهم العينين نتاعهم. شوفوا الوثائق اش تتقول، شوف الحقيقة التاريخية فين كاينة، وشوف الأخبار التي يروجونها والناس تتعتمدها وتتسمع. للأسف وراه المصيبة شنو هو، وتلقاو حتى المقررات نتاعنا حنا الدولة نتاعنا المغرب، وهذا هو اللي خاطر الإخوان، الدولة نتاعنا تتاخذ المقرر نتاع الدولة المرابطية وتتلقى أن المهد نتاعها والمنطلق نتاعها من شنقيط. أيه تلقى خرائط وضعنا المغاربة وفي الدولة المرابطية تتنطلق من شنقيط، خرائط تاريخية وغير مبنية على وثيقة تاريخية. شوف المنطق كي داير. والآن غنعطيكم الرواية التي ستحسم الأمر، هي الرواية نتاع البكري. البكري راه عاش في بداية حكم المرابطين، فاش يلا بدات الحركة نتاع المرابطين يلا بادية، مازال ما أسسوش مدينة مراكش، وعطانا أوصاف دقيقة جدا للمجال نتاع التحرك المرابطين قبل قيام الدولة. اش قال؟ وتيتكلم على مازال عبد الله بن ياسين مشى للصحراء اللي تيقصد بها هنا المنطقة نتاع درعا. لاحظوا واش قال فأمر عبد الله الأمير يحيى بن عمر المتوني أن يتحصن بجبل المتونة، وهو جبل منيع كثير الماء والكلأ، في طوله مسافة 6 أيام وفي عرضه مسافة يوم، وهناك حصن يسمى أرجي حوله نحو 20,000 نخلة، كان بناه ينو بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر. ولاحظوا معايا انتم غير هاد الطوبوغرافيا اللي كاينه هنا، كاين جبل منيع المسافة نتاعو 6 أيام طول ويوم عرض، معنى أنه كبير وأنه منيع وأنه عليه النخيل. هاد الطوبوغرافيا وهاد الأوصاف تتفيد أن هاد المجال هو مجال نتاع درعا. هاد الطوبوغرافيا تتفيد أن البكري هنا تيتحدث على الأطلس الصغير، وتيضيف تيقول فصار يحيى في جبل المتونة أي الأطلس الصغير، وذهب عبد الله بن ياسين إلى مدينة سجيل ماسة في 200 رجل في قبائل صنهاجة، ونزل موضعا يقال له تام الدولت. لاحظوا المجال نتاع التحرك نتاع عبد الله بن ياسين شنو هو؟ سجيل ماسة تام الدولت. شوفوا معايا الآن على الخريطة فين كاين تام الدولت، فين كاين سجيل ماسة. تام الدولت الإخوان هي على بعد حوالي 12 كيلومتر من أقا إقليم طاطا. هذا هو المجال فين كاينه تام الدولت. هذا المجال هو المجال نتاع تحرك نتاع قبائل المتونة آنذاك. ونزل موضعا يقال له تام الدولت، حصن فيه مياه ونخيل كثير. مياه ونخيل. علاه موريتانيا كاين فيها جبال فيها 6 أيام نتاع الطول ويوم نتاع العرض، وفيها المياه والنخيل والحصون. هاد المسائل كاينه في الأطلس الصغيرة الإخوان. حصن فيه مياه ونخيل كثير يشرف عليه جبل فيه معدن فضة معلوم هناك. وانتم تتعرفوا الإخوان أن هذه المنطقة هي منطقة معروفة بالفضة إلى يومنا هذا. هذه المنطقة نتاع ورزازات نتاع طاطا نتاع هذه المناطق هذه معروفة بالفضة إلى يومنا هذا، وهذا واقع وصفه البكري منذ القرن الخامس الهجري 11 الميلادي. الإخوان اش تيقول؟ حصن فيه مياه ونخيل كثير يشرف عليه جبل فيه معدن فضة معلوم هناك. هاد الوصف كلها الإخوان الله يجازيكم بخير راه هي المجال نتاع الأطلس الصغير والمجال نتاع درعا، ولا علاقة لهاد الأوصاف بشنقيط أو بموريتانيا الحالية على الإطلاق. بان لكم الإخوان كيفاش هاد الناس تيلعبوا في الحقائق التاريخية. إوا غير باش تعرفوا أن موريتانيا المنتخب نتاعها تتسميه تسمية نتاع المرابطين اللي هي تسمية مغربية، اللي هي دولة مغربية، وتتسمى هي أصلا بموريتانيا. وموريتانيا هو الاسم الذي كان يطلق على المغرب في التاريخ القديم. إذن الإخوان الحقيقة التاريخية واضحة جدا. أنا الآن تبت لكم أن الدولة المرابطية انطلقت من السوس الأقصى ومن مجال درعا، ولم تنطلق من شنقيط كما يدعي البعض. هادشي علاش تنقول لكم سيدات الفضليات سادة الأفاضل،
ان التاريخ نتاعنا خصو يتعاود يتكتب من جديد، تعاود يتكتب من جديد، مازال ما تكتبش. تاريخنا عبثوا فيه بزاف، عبثوا فيه، لعبوا فيه، خصنا نكتبوه بمركزية مغربية كما أدعو إلى ذلك دائما. للأسف لازلنا نجد في مقرراتنا أن الدولة المرابطية انطلقت من شنقيط. ولادنا تيقراو هادشي، خصنا نصحو هادشي، خصنا نبينو لهم لا، أنها انطلقت من سوس الأقصى ومن ضرعا وامتدت لتشمل مجال شنقيط وغيره من المجالات إلى نهر السنغال. هذه هي الحقيقة التاريخية. لأنه الإخوان عبد الله بن ياسين ماشي أحمق، ماشي أخرق يخلي رجالات سوس ويمشي حتى لشنقيط باش يقلب على الناس باش يأسس الدولة. تتجلدوا نفوسكم مرة واحدة أخرى الإخوان، تتجلدوا نفوسكم، تتجلدوا نفوسكم الإخوان. السوس ما فيش رجال، ضرعا ما فيهاش رجال، ما فيهمش. عبد الله بن ياسين غادي يخرج من ريباط نتاع وقاق اللي هو في سوس وغادي يمشي لشنقيط باش يلقى رجال باش يجيبهم ويأسس دولة. ما عندناش رجال حنا في سوس، تتسيئوا نفوسكم. عيب هادشي، التاريخ ما تيتكتبش بحال هكا. عيب الإخوان، عيب عيب. وغير بالمنطق، تصوروا معايا نتوما عبد الله بن ياسين راكب على العود نتاعو ولا على الجمل نتاعو، خرج من رباط وقاق وخلى الرجال في سوس وضرب مئات الكيلومترات باش وصل لموريطانيا الحالية. تصوروها، باش يبحث على قبائل يأسس بهم دولة. كاين المنطق في هذه الرواية، كاين المنطق في هذه الرواية. السادة الأفاضل، السيدات الفضليات، دمتم سالمين. إلى اللقاء في حلقة أخرى.